السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. بنفسي قتيلا من حسام بن ملجم شهيدا بتسع العشر من رمضان. تأمل شلون يصف العالم الجليل الكبير الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه، شلون يوصف تلك المصيبة. يقول بنفسي قتيلا من حسام بن ملجم شهيدا بتسع العشر من رمضان. بنفسي مضروبا على أم رأسه بأبيض ماضي الشفرتين يماني. بعد طلع من قلبك الصرخة. بنفسي محمولة إلى البيت لم تطيق من الضعف أن تسعى به القدمان. بنفسي مضروبا على أم رأسه بأبيض ماضي الشفرتين يماني كسى جسمه نزف الدماء وما سرى من السم فيه لون ذي برقان. شلون يا شيخ؟ يقول فأصبح مطروح السياط ممرضا وأحشاؤه للموت في خفقان. ونسوته ثكلى حواله ذهلون يطفن ولا يشعرن بالطوفان. يطفن ولا يشعرن بالطوفان.
وفاني. أيوة وزينب ذات الصون ضاقرة الجواب، لها كبدون في الحزن في غلياني. شو تقول اقرأ. تقول أبي يا علي، تقول أبي روحي فداؤك راعني، حمامك يا ليت الحمام عراني. قم الليل واقنت بالدعاء وكبت العداء، وبل الصدى من مهجتي وجناني. فدأبك إحياء الليالي تعبدا بأحسن ترتيل وخير معاني. أبي لوعتي مما دهيت وحرقتي بقلبي مدى الأيام دائمتان. أبي ليت أيام امتحاني لم تكن، أو الموت من رقم الحياة محاني. إيش قالت؟ قالت يا ليث الغاب جاوبني يا ليث الغاب يا داح الباب أني زينب يا داح الباب. واضح عندك استعداد بهالليلة، واضح عندك استعداد. صيحة يلا، كنا كبار صغار، كنا بالونة، كنا بالصرخة. قالت يا ليث الغاب جاوبني يا ليث الغاب يا داح الباب أني زينب يا داح الباب. عليك أمير المؤمنين تقرأها. يا أبويا تروح أنفاسك يا أبويا وتبقى أنفاسي، يا ليت اللي طبر راسك من قبلك طبر راسي، ولا تعوف أهلك وناسك يا بعده لويناسي. ذاب القلب جاوبني، ذاب القلب والله ذاب. أي قبل أيام بتعيد شمات الشام قبل أيام يا ابو الايتام لا ترحل لا ترحل يا ابو الايتام. على الإسلام
بعدك سلام الله على الإسلام يا باقي البسملة باسمك الأعظم جاوب الأحباب. ايه سوى أريدك تتخيل، مو أريد أبكيك بالليلة على مصاب أمير المؤمنين، أريدك تتخيل، ما أقدر أبكيك إذا ما تتصور. فتح عينه بحنان شاف راس بنية بحجرة، مسح راسه العقيلة بإيد وإيد تغطي الطبرة، ونادى غب ضعيف الصوت يا بنتي كفي العبرة، ذخر الدمع حق مصاب مثل ما يصير مصاب. ذخري هذا الدمع إلى يوم عظيم، إلى أي يوم أبه. قال يا بنتي كأني في العاشور أشوفها الوقت ماثل، وأشوف اللي فضخ راسه بيا فضخ راسه أبو فاضل، واللي مني يتمكم بخليكم بلا كافر، ولعين اللي بيرمي الجود حرم ليتام من الجرام. بعد وأم حسين يا زين ما تنوصف أحواله، وحسين وأم حسين يا زين. وأنا أوصف لك بعد مصيبة الحسين. أنت تخيل، ما كمل هاي الأبيات، أبيات عظيمة. بعد ذلك شو يا بنتي رحمة من ربي اصطفتني من قبل ما أشوف زينب كعبة الأحزان، وجهت سترك وزينب وحسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وفوضى إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في هذه الليلة، ليلة مصاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زال الحديث حول حديث الطير، والذي يشير إلى حقيقة ثابتة، ألا وهي أن أحب الخلق بعد النبي وأفضل الخلق بعد النبي هو الوصي
صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين. بعد أن تحدثنا وذكرنا الرواية وما هي المصادر المهمة التي ذكر فيها هذا الحديث، وقد ذكرنا أن له طرق كثيرة جدا كما صرح بذلك بعض العلماء العامة، وأفردت مصنفات لهذا الخبر المبارك. أشير في هذه الليلة إلى دلالة هذا الخبر العظيم، أشير إلى دلالتين، وبعد ذلك أشير إلى شاهدين ممن رد هذا الحديث، ونختم ببعض الإشكالات بصورة سريعة. الدلالة الأولى عندما يقول النبي في الخبر: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. النبي يقول بأحب خلقك. صلوا على محمد وآل محمد. فهناك محبوب وهناك أحب، هناك حسن وهناك أحسن، هناك جميل وهناك أجمل. النبي لا يقول ائتني برجل تحبه يا رب أهو محبوب عندك، إنما يقول النبي ائتني بأحب خلقك إليك. فليس هناك أحب منه، والتفت، ليس هناك أحب منه. فجاء علي عليه السلام، اتضح لنا بأن أحب الخلق بعد النبي إلى الله هو الوصي. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك. أحب الخلق إليك في ماذا؟ هذه النقطة تأملوا فيها، سوف نرجع إليها. في أحب الخلق إليك في ماذا؟ لم يذكر النبي في ماذا. ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء: حذف المتعلق دال على العموم، دال على العموم. ولذا ذكر بعض العلماء يقول: واتفق الأصوليون وعلماء العربية على أن حذف المتعلق يدل على العموم، كما أن ذكره يدل على التخصيص. فلو قيل احفظ مالك من السارق دل على وجود التحفظ وصيانة المال من السرقة فحسب، عدل لا، لأنه قال احفظ مالك من السارق. لكن بخلاف لما يقول احفظ مالك، احفظ مالك من شنو؟ من شنو؟ دال على العموم، يعني تحفظ مالك من السارق، تحفظه من التلف، وتحفظه من الإسراف، صح ولا لا؟ مو من أمر واحد تحفظه، يقول احفظ مالك. عندما الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نطيعهم في ماذا؟ ذكرت الآية في ماذا؟ لو شامل لكل شيء، أدل ولا؟ نفس الكلام ذكر كما ذكر بعض المفسرين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ يقولون هذا دال على العموم، خلق كل الكائنات، خالق كل شيء. نفس الكلام هنا: ائتني بأحب خلقك إليك، أي ليس في أمر واحد، هو محبوب عند الله، هو أحب الخلق إلى الله. ملتفت؟ هذه الدلالة الثانية. ولذا لما وجد بعضهم أن الرواية ذكرت بطرق كثيرة جدا، حتى أننا ذكرنا رواها 12 صحابي، وعلى أقل تقدير 10 من الصحابة، وأما من التابعين فعشرات التابعين رووا هذه الرواية، ووجد بأن الدلالة واضحة كذلك، ردها بشكل غريب. أذكر شاهدين. الشاهد الأول
يذكر الذهبي يعني يذكر رواية خبر إلى أن يصل إلى الداهري. واحد يقول أنا سألت ابن أبي داود. من هو ابن أبي داود إخواني؟ هذا ابن أبو داود، هو صاحب سنن أبي داود. سنن أبي داود من الصحاح الستة إخواني، عدل لو لا؟ سنن أبي داود من الصحاح الستة. ابنه أبو بكر يقول سألته عن حديث الطير. يقول سألته عن حديث الطير، شنو قال؟ قال إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وآله باطل. نبوة النبي باطل. شلون يعني؟ كلام عجيب لولا. يقول لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وآله خيانة، وحاجب النبي لا يكون خائنا. ولذا الذهبي رد بقوة على هذا الكلام. رد قال له؟ قال له نبوة النبي حق قطعي، حق قطعي نبوة النبي صلى الله عليه وآله. صح حديث الطير أم لم يصح؟ وبالأخير بالنتيجة وما وجه الارتباط؟ يقول له الذهبي. يقول شنو الارتباط؟ إذا صح حديث الطير تبطل نبوة النبي. شلون يعني؟ شايفين شلون متأمل شلون رد حديث الطير بأي كيفية؟ ولذلك الذهبي كما قلنا رد على هذا الكلام. فتأمل شنو وجه الارتباط؟ حق قطعي نبوة النبي صلى الله عليه وآله. تعال إلى شاهد ثاني. ابن كثير في البداية والنهاية يقول وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة، ابن مردويه وفلان، إلى أن جاء إلى الطبري. بعد ذلك ايش قال؟ قال وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه، والله أعلم. ما قال الأدلة لا تساعد على صحة الخبر، أو قال إن الرواية لا يمكن الالتزام بها لأنها مخالفة مثلا لقواعد علم الرجال، فما ممكن نثبت هذه الرواية ونصحح الرواية أو ما شابه ذلك. شنو قال؟ ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه. كلام عجيب لولا؟ لو كانت هذه الرواية في غير علي يقول في القلب في شيء، في نظر. حتى تتأمل شلون رد حديث الطير، وما ذلك إلا لكثرة طرقه ودلالته الواضحة. صح ولا لا؟ خلينا نجي لبعض الإشكالات بصورة سريعة حتى لا يطول من المقام. الإشكالات يعني ليست في غاية القوة أو ما شابه ذلك، وإنما هي إشكالات قد نقول إن صح التعبير ضعيفة. أول إشكال قال البعض ذكر هذا الإشكال، قال إذا قال النبي ائتني بأحب الخلق إليك، أحب الخلق يصير من؟ يصير من؟ علي، يصير علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، فيشمل الرسول، يقول فيشمل الرسول أحب الخلق وتشمل الرسول، فأحب الخلق من صار؟ علي. يقول وهو باطل يقينا إنه يصير هو أفضل أحب الخلق لأن النبي أحب. يقول فيبطل الحديث. شلون هذا؟ الآن النبي لما يقول بأحب خلقك هو يقصد داخل في كلامه. هو قبل كل شيء النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق بأصل الشرع وبإجماع المسلمين، صح ولا لا؟
هذا أول نقطة. الشيء الثاني، هذا شيء مسلم به، الشيء الثاني كما قالوا أن المتكلم خارج عن عموم كلامه وخارج عن تحت مدلول كلامه، مو هو داخل بعد في الكلام الذي يتكلمه، لا هو خارج عن الكلام فيقصد غيره، صح ولا لا؟ وإلا شلون النبي يقول يأكل معي، يعني يقصد رجل وبعد ذلك هو داخل في نفس الكلام؟ شلون يعني؟ عندما قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، يعني واضح أنه يقصد غيره، أن هناك أحب الخلق بعده. من هو؟ فجاء علي. وإلا كما قالوا المتكلم خارج عن تحت مدلول كلامه وخارج عن عموم كلامه. التفت له. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أكتفي بإشكالين. الإشكال الثاني ذكره بعضهم، وهذا مذكور في مناظرة الشيخ المفيد. يقول له المناظر، يقول له في الأكل، يعني يقول له المعنى، يقول أنا ما أنكر فضل أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن المعنى اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، أي ائتني بأحب الخلق إلى الله في الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحب الخلق في شنو؟ الأكل. شلون؟ قالت الرواية في الأكل. الرواية أول في البداية الرواية قالت في الأكل. هو الجملة تامة، ائتني بأحب الخلق إليك، جملة تامة، هذه جملة تامة، أحب الخلق إليك. بعد ذلك هذا كلام مستأنف. شنو الكلام؟ شنو هذا كلام الجملة؟ يأكل معي. لو أراد هذا المعنى لقال النبي اللهم ائتني بأحب الخلق إليك في الأكل معي، لكن النبي ما يقول بهالشكل. النبي يقول اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، بعد ذلك جملة مستأنفة يأكل معي من هذا الطير. ثاني شيء، إذا قال النبي اللهم ائتني بأحب الخلق إليك في الآكل، أي ميزة لعلي بن أبي طالب تبقى؟ أكو ميزة؟ أكو ميزة لعلي بن أبي طالب إذا كان في الآكل؟ ليش ما تصير ميزة؟ لأن علي بن أبي طالب أحب إلى الله في الآكل، وفلان أحب إلى الله في كذا، وفلان أحب إلى الله في كذا، وفلان أحب إلى الله في كذا، فكلهم محبوبين عند الله. لكن هذا من جهة، فكلهم الله بالنسبة إلى فلان أحب الخلق إلى الله، لكن في هذا الأمر، وفلان في هذا الأمر أحب الخلق، وعلي في الأكل ويا النبي. أي ميزة إلى علي؟ شايف شلون تفريغ الحديث من محتواه حتى ما تبقى أي ميزة لعلي بن أبي طالب. ولو كان الحديث بهالشكل فما فائدة منع أنس يقول له إن رسول الله على حاجة؟ ليش يمنعه؟ غير علي بن أبي طالب أحب في الأكل، هناك العديد ما شاء الله أحب إلى الله في أمور كثيرة، عدل لولا كل أمر فيه شخص هو أحب إلى الله من غيره، أحب إلى الله من دون الناس. شوف شلون تفريغ الخبر عن محتواه. علي بن أبي طالب كان امتحان الأمة، امتحان نعم. ولذلك أنت شوف، خليني أختم. شوف لما يقول أمير رسول الله يقول يا علي صلى الله عليه وآله أتدري من أشقى الأولين؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال عاقر الناقة. قال أتدري من أشقى الآخرين؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال قاتلك. يقول هنا تساؤل، شنو القاسم المشترك هنا؟ شنو القاسم المشترك يا إخواني؟ خلي بالك وياي، شنو القاسم المشترك؟
يقولوا كما جعلت الناقة آية، كما جعلت آية. الله يقول هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. يقولوا كما جعلت الناقة آية، جعل في أمة النبي عليا، جعل الإمام علي آية سلام الله عليه، جعل أمير المؤمنين آية. ولذلك ورد عنه ما لله آية أعظم مني. وكما جعلت الناقة فتنة، إنا مرسل الناقة فتنة، كذلك جعل علي بن أبي طالب فتنة، جعل فتنة، جعل امتحان. ولذلك الشيخ رجب البرسي يقول يا آية الله بل يا فتنة البشر، وحجة الله بل يا منتهى القدر، يا أولا آخرا نورا ومعرفة، يا ظاهرا باطنا في العين والأثر. نعم آية، وكان امتحان للأمة علي بن أبي طالب. وفي مثل هذه الليلة كما يقول محمد بن الحنفية بتنا ليلة 20 عند أبي علي عليه السلام، وكان يصلي من جلوس. يوصينا بما هو أهله. جاءوا إليه بطبيب، أثير بن عمرو السلولي، جاءوا إليه يقولوا أخرج شاة حارة، أخرج رئة شاة حارة وأخرج منها عرقا وأدخله في جرح أمير المؤمنين ونفخ فيه، أخرج ذلك العرق وإذا عليه بياض الدماغ. يقول اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فإن الضرب قد وصلت إلى الدماغ. معالج كل جرح جابوا إلى جراح، ومن حاله عيال في بجا ونيار، ومن حاله عيال في بجا ونيار. أقرأ لك بالحنية حتى تعيش المصيبة. كنا بالونة، قالوا بس ما فكوا عصابة أبو الحسن، انفتح جرحيا ولن راس الوصي نصين، واحتار الطبيب علاج جيب منين، وظل يصفق عليه الراح فوق الراح، وحط بوسط وحط بوسط جرح الراس عرق الشاب، وبس شال نظر له هلت الدمعات. وين الونة وجنة يصيح ما يرجع عليه هيهات، سور الدين برج الثريا طاح،
مرة يفيق مرة من الألم يغشى، والجراح يشوفه ومندهش دهشة، وجن يصيح أبوكم جهزونا عشاء. عليا وين الصرخة وعليا؟ وضج الحسن ويا حسن من الصياح، يقول عهد يا علي عهدك بهذا اليوم، ما ظنك تتم هالعام شغر الصوم، ترى سيف المراد ناقع بالسموم، طبر راسك ونكس راية الإصلاح، ولن وحدة تسمعه من وراء الحجاب، الحسن يصرخ السوت ضربة المحراب، والمظلوم قلب سبب حرق الباب، مثل دم أمي دم حيدر أبونا ساح. دخلت له وطبت وطاحت على صدره، يا ريت نادي يا ريت بهامة صابت الطبرة، ولا غوث المنادي ينحفر قبره. يا الله يا الله، ايش قالت لما سمعت كلام الطبيب؟ ايش قالت؟ نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا، نسأل من الله الطيب وتردنا المدينة، قشر علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، لك عسفا للسلام ما ياضي العين، قال الحسن يا اخت السلام للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبينه. وين الصيحة؟ وين الونة؟ شيل الونة شيلوا الونة، خلوها ونة علوية المجلس. قال ما ظنت من طبرته، اقرأ حامل حمى يقول، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مكسر ابونا حسبته، يومين بعد يوم ما تنظرينا لو نتغير ونخطف، ما تنظرينا. قالت يا عقلي نطلب من الله السلام، ويقوم ابو الحسن ويتم صيام، ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى. قال هيثك للعيد لا تترقبين. وجاءوا بابن ملجم، يقول لأمير المؤمنين أبئس الإمام كنت لك،
ألم أشفق عليك؟ ألم أحسن لك؟ ألم يقال لي فيك كذا وكذا فأعطيتك عطائي وأعلم أنك قاتلي لا محالة. يقول للإمام الحسن: بني ارفق بأسيرك، أطعمه مما تأكل، أسقه مما تشرب، من طيب الطعام أطعموه. يقول: لا تمثلوا بالرجل. صار يوصيهم على ابن ملجم. يقول له: هكذا في مضمون جاء كأني بيا، هكذا في مضمون ما جاء. يقول لي يوصي الإمام الحسن، يقول: ولا تقيد له رجلا، لا تقيدهم، ولا تغل له يدا. يقول: لا تقيد رجلين. توصي بأسيرك يا علي، توصي بأسيرك يا علي، لحد بقيد يكبله. أختم هذا بيت الدعاء، هذا ختام المجلس. كله بالونة. توصي بأسيرك يا لحد بقيد يكبله، وما يشعر بجوع وعطش، ايش دايم يجيب الزاد له. الله يا حيدر يا علي. ما مقبولة والله، ما مقبولة هاي الونة. هاي مو من العادة، عادتنا بهالمجلس كله ونة وصيحة. انتو شيالة المجلس اخواني، شيلوا ابيات الدعاء. الله يا حيدر يا لا تحضر بطف كربلاء، يوم يا بعيلتك سوت عكس المسألة. سووا يقول: زينب أسيرة مقيدة. ها اقرأ: زينب أسيرة مقيدة، حطوا بحلو سلسلة. خادم أعيد لك، تريد تبكي واضح عندك موجة تريد تبكي بهالليلة. خادم أعيد لك خاطر المؤمن. يقول: الله يا حيدر يا علي، لا تحضر بطف كربلاء، قوم سوت عكس هالمسألة. سووا زينب أسيرة مقيدة، حطوا بحلقها سلسلة، محرومة من شرب العذاب، والزادة بيد ما تحصل. يا علي تتصدقي عليه العدا بالذل وهي مدللة، وكل ساعة
يزجرها زجر بسوطه ويسبها حرمله. بعد وصونا الدعاء شفاء مريضة وانتم تدروا في الدموع على هالمصاب، لا تنسوها من الشيء، لا تنسوها من الدعاء. بعد توصي بأسيرك يا بعد توصي بأسيرك يا نتريد مثل بجثتين يا ريت تحضر يا علي لصبط النبي وريحانته. بعد لما انخرج صدر السهام وعلى الغبر صارت طيحتين ظل عالدرا ما حد إليه وقوم لمي يا حاطته. اسمح لي أختم، هذا بسيفه يضربه وهذا يطعن بجبدته واضلع طحنه طحن يا علي وقطعه ويساره ويمنته. كنا نشارك باللطم بالليلة، كنا نشارك بالليلة اخواني، كنا يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة، يا علي وعلى الولاية نسأل الله الثبات. يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة، يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة، يا علي وعلى الولاية نسأل الله. يا علي وعلى الولاية نسأل الله. من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع، من حديث الطير نعرف يا علي شأنك. القصيدة شيلها بقوة يا إخواني، قصيدة شيلها بقوة، لا تتردد، اقرأ وجر الونة، خذ البيت واقرأ على طول مباشرة. يا علي حبك حياة، يا علي حبك نجاة، يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة، يا علي وعلى الولاية نسأل الله. يلا اقرأ. من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع، من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع. انت بارينا اللي يحب ويا غادينا الشفيع، هذا من يمشي بطريقك داخل هذا من يمشي بطريقك دخل في الحصن المنيع، واللي ما يمشي بطريقك تايه وحتما يضيع. والمثل واضح صريح ما يصح إلا الصحيح، والمثل اقرأ ما يصح إلا الصحيح.
ارضعنا حبك عن دراية، ارضعنا حبك عن دراية من حليب الأمهات، من حليب الأمهات. يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة. خادم يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة. يا علي وعلى، يا علي وعلى الولاية نسأل الله. اي من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع اقرا. من حديث الطير نعرف يا علي شأنك رفيع. انت بارينا اللي يحبك ويا غادينا الشفيع. هذا من يمشي بطريقك دخل في الحصن المنيع، واللي ما يمشي بطريقك تايه وحتما يضيع. والمثل واضح صريح ما يصح لا صحيح. والمثل واضح صريح ما يصح لا. ارضعنا حبك عن دراية، ارضعنا حبك عن دراية من حليب الأمهات، من حليب. الله الله يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة. يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة. يا علي وعلى الولاية لا تتعب لا تتعب. يقول آية الإنذار جاءت، آية بالنص المبين، قالت بمعناها أنذر للعشيرة الأقربين. وارتضاك الله خليفة وأخو للهادي الأمين. هذا ما يلوق إلى غيرك اسم أمير المؤمنين. هذا ما يلوق إلى غيرك اسم أمير المؤمنين. الاسم لك بالخصوص وهذا ثابت بالنصوص. الاسم لك بالخصوص وهذا ثابت بالنصوص. وبك يا خير البرايا الشيعة تحظى بمكرمات، الشيعة تحظى بمكرمات. يا علي يا علي يا علي حبك نجاة، يا علي حبك حياة. يا علي وعلى الولاية أريدك تتأمل. يقول كل من يحبك يا حيدر فاز بالفوز العظيم. كل من يحبك يا حيدر فاز بالفوز. سمعة سمعة. كل من يحبك يا حيدر فاز بالفوز العظيم. واللي ما يحبك منافق ما إله إلا الجحيم. انت للجنة وجهنم عينك الله القسيم. ولو يودي النار حبك النار تتبدل نعيم، النار تتبدل نعيم. ولو يودي النار حبك النار تتبدل نعيم. محبتك صك الأمان بيها ندخل في الجنان. وبيك يا اللي يدعي محبتك صك الأمان بيها ندخل في الجنان. وبيك يا خير البرايا الشيعة تحظى بمك. ارفع يدك يا علي حبك نجاة، يا علي ارفع يدك ها. يا علي حبك نجاة، يا علي يا علي وعلى، يا علي وعلى الولاية. يا علي يا علي وعلى الولاية. يا علي وسط المعارك
نذكرك وبكل فخار، تقلب اليسرى يمينا وتقلب اليمنى يسار، واللي يوقف في طريقك تشطر بسيف الفقار. انت الكرار وغيرك ما عرف غير الفرار، بسيفك يلوح العذاب كم حصد كم من رقاب. واللي ينكر هالقضايا واللي ينكر هالقضايا يروح يقرأ العاديات، يروح يقرأ يا علي يا علي